ثانوية عامة 2025 خلصتوا امتحاناتكم اخيرا، يجي وقت دلوقتي الكليات. ولو انت او انتي مهتمين باي كلية فنية يبقى اكيد الفيديو ده ليكم، عشان هعرفكم ايه الفرق ما بين كلية فنون جميلة وفنون عمارة وفنون تطبيقية وتربية فنية وتربية نوعية. فانا حرفيا لما لكم كل حاجة بالتفاصيل، هقول لكم كل حاجة عن الكليات الفنية. وما تقلقوش برضو في الفيديو ده هتلاقوا كل حاجة انتوا محتاجين تعرفوها عن امتحان القدرات، تعملوا فيه ايه، محتاجين ايه عشان تسجلوا في امتحان القدرات. طيب امتحان القدرات لمين اصلا؟ طب انا امتحان القدرات ده عبارة عن ايه؟ محتاجين ايه عشان تروحوا امتحان القدرات؟ محتاجين تاخدوا ايه معاكم؟ قايله لكم كل حاجه عن امتحان القدرات في الفيديو ده. فبجد الفيديو ده مهم جدا لو انت نفسك تخش كليه فنيه، فركزوا معايا يا باشمهندسين المستقبل وفنانين المستقبل، لاني حرفيا لما لكم كل حاجه في فيديو واحد. وبجد الفيديو ده مهم جدا واتطلب مني بطريقه مش طبيعيه، فانا جايبه لكم ومجمعه لكم كل حاجه عن الكليات الفنيه. بصوا بقى، اول حاجه هنبدا بيها هي كليه فنون جميله، او فنون جميله وفنون عماره. هي بتبقى كليه واحده بس مقسومه لجزئين، فنون جميله فن تشكيلي وفنون عماره. فانا يعني هعملها لكم على هيئه مقارنه عشان ايه تكون مبسطه وتعرفوا انتوا عايزين فنون جميله فن تشكيلي ولا فنون جميله عماره. طيب نبدا باول حاجه، اقسام فنون جميله الفن التشكيلي. عندنا 4 اقسام: تصوير، نحت، جرافيك، ديكور فني. وهشرح لكم كده مبسطا كل قسم بتدرسوا فيه ايه. اول قسم معانا هو قسم تصوير، وده اللي انا بفكر اخشه لو انتم مش عارفين. فانا في فنون جميله، انا كنت لسه في اعدادي لسه مخلصاها، وسنه تانية اللي انا داخلاها او اولى تخصص لسه هتخصص، ومحتاره لسه ما بين قسمين. هسيبكم انتوا تخمنوا ان شاء الله انا هدخل ايه. المهم ده مش موضوعنا، تعالوا اقول لكم تصوير ده عباره عن ايه. قسم التصوير من احلى الاقسام اللي ممكن تخشها لو انت شخص بتحب الرسم، لان انت حرفيا بتدرس كل حاجه عن الرسم، بتدرس كل حاجه عن الالوان، وخصوصا الوان الزيت. حرفيا انت بتستخدم كل الالوان اللي ممكن تيجي في خيالك، وبترسم كل حاجه ممكن تيجي في خيالك، تتعلم كل حاجه ليها علاقه بالرسم في قسم تصوير. فانت او انت لو بتحبوا الرسم وعندكم اصلا الموهبه وعايزين تنموها، وبتحبوا الالوان وبتحبوا البهدله والعشوائيه وبتحبوا تطلعوا موهبتكم، واللي هو انتوا مش عايزين تبقوا مقيدين بمسطره او اي حاجه، فقسم تصوير اكيد ليكم. تاني قسم في فنون جميله الفن التشكيلي هو قسم النحت، وده انا مسمياه قسم الناس الرايقه. حرفيا انا لما بعدي قدامهم كده اللي هو انتوا فعلا موهوبين فنانين بجد، ليهم شكل كده تحفه، بجد تحفه ما شاء الله. انتوا بتتعلموا كل حاجه عن النحت، سواء النحت الغائر او البارز، يعني حرفيا اي حاجه ليها علاقه بالتشكيل والنحت والتصميم ده شغلتكم. وبجد بحس فعلا اللي بيخشوه هم حابين ده، لازم تكونوا حابين ده تشتدوا فيه، لان هو قسم متعب. وعامه كل اقسام فنون جميله متعبه، بس بجد القسم ده محتاج ناس فعلا حابه المجال ده، لان انتوا بجد هتعلموا كل حاجه بتتشكل. فانتوا حرفيا في قسم النحت اي ماتيريال بتتشكل انتوا هتدرسوها وبجد هتتعلموا بيها، فانت لازم تكون داخل حابب القسم ده. طيب نيجي لثالث قسم جرافيك، ودوت من اهم الاقسام حاليا في السوق، ومن اكتر الاقسام المطلوبه من فنون جميله، لان بجد الشغل فيها الفتره دي بجد مطلوب بشكل مهول. يعني انا دفعتي نصها داخلين جرافيك، لان هو بجد مطلوب جدا. فانت لو شخص بتحب تشتغل على اللابتوب كمبيوتر اكتر من اليدوي، فبجد اكيد القسم ده ليك. اي حاجه ليها علاقه بالاديت، مونتاج، اعلانات، لوجو، فيديوهات اديت، اي حاجه ليها علاقه عامه بالاي اي، اعلانات، تصميم، طباعه، اي حاجه ليها علاقه بده وانت بتحب العالم ده، يبقى اكيد قسم جرافيك ليك. بس مش معنى كده ان مفيش يدوي، لا، اول سنه وسنتين وثلاثه بتتعلم يدوي اكتر، بعد كده مع السنين طبعا بيكون في على لابتوب، واخر سنتين بيكون كله لابتوب في الاغلب. ده اللي انا عرفته برده من صحابي. بس مش معنى كده زي ما بقول لكم ان مفيش يدوي، لا، في يدوي بس بجانبه كمان اللابتوب والاي اي والشغل اللي هو الاديت والمونتاج والحاجات دي. بتتعلموا كل برامج الاديت وكل برامج المونتاج وكل برامج الاعلانات، حرفيا بتتعلموا كل حاجه انتوا محتاجين تعرفوها. ومش قادره اوصف لكم بجد قسم جرافيك مطلوب قد ايه في السوق الفتره دي، لان هو بجد بقى مهم جدا في حياتنا عامه. اي حاجه انتوا بتشوفوها بيكون داخل فيها قسم جرافيك، فهو مهم جدا. طيب اخر قسم معانا في فنون جميله الفن التشكيلي هو قسم ديكور الفني، ودوت مختلف تماما عن قسم ديكور في فنون جميله عماره. فركزوا معايا عشان هقول لكم كده الفرق ما بينهم. فنون جميله فن تشكيلي قسم ديكور فني دوت بيقبل من ادبي وعلمي، بس ادبي بيقبلوا جامعه اسكندريه بس، انما باقي الكليات مش بيقبلوا من ادبي. جامعه اسكندريه بس اللي بتقبل من ادبي، عشان بس ايه تكونوا فهمتوا النقطه دي. لكن باقي الكليات كلها بتقبل من علمي، سواء علمي علوم او علمي رياضه. وجامعه اسكندريه برضو بتقبل من علمي علوم وعلمي رياضه وادبي كمان، بس جامعه اسكندريه بس اللي بتقبل من ادبي، عشان ايه تبقوا عارفين النقطه دي. ما ترجعوش تقولي انت قلتي ان هي بتقبل من ادبي، لا، جامعه اسكندريه بس اللي بتقبل من ادبي. في نقطه مهمه جدا محتاجين تعرفوها عن قسم ديكور في فنون جميله الفن التشكيلي. انت مش بيخرج اسمك مهندس، انت مش بتخرج اسمك مهندس، عشان في ناس كتيره قوي بيخشوا على اساس ان هم هيطلعوا مهندسين ديكور لما يخشوا قسم ديكور في فنون جميله فني. لا يا جماعه، انت بتخرج فنان تشكيلي مصمم ديكور، لكن مش مهندس ديكور، عشان بس ما حدش يضحك عليكم ولا يفهمكم ان انت بيبقى اسمك مهندس. لا، هي مش بالحب، لا، انت بتخرج تبع نقابه الفنانين التشكيليين، فانت بتكون فنان تشكيلي مصمم ديكور. طبعا دي مش حاجه وحشه، طبعا دي حاجه تحفه يعني، بس ما اسمكش مهندس.
لازم تكونوا عارفين. طيب يا اوزه، في قسم ديكور فني بقى بندرس ايه؟ انا سالت لكم صحابي مخصوص في سنه ثانيه وثالثه ديكور عشان ما بقاش بقول اي حاجه واللي هو بفتي وخلاص، لا طبعا لازم اكون قايله لكم حاجه موثوقه منها ما دام طلعت واتكلم. فانا هقول لكم صحابي قالوا لي ايه. يعني هما باختصار كده بتدرسوا التصميم الداخلي، وعندكم مواد الديكور المسرحي والسينمائي، وعندكم المواد الفنيه الاساسيه زي الرسم الهندسي والمنظور وظل ونور والوان وتناسق الالوان وتكوينات فنيه ونحت وتصميم مجسمات وتاريخ الفن. فانتوا حرفيا بتدرسوا كل حاجه ليها علاقه بالعماره بس بلمسه فنيه. كده اكون قلت لكم كل حاجه عن تمام. كده اكون قلت لكم كل حاجه عن الاربع اقسام بتوع فنون جميله، فنون او فن التشكيلي. قلت لكم كل حاجه عنهم، بس مش هينفع تخشوا فنون جميله غير لما تعدي امتحان القدرات. وعامه اي كليه فنيه انا هقولها لكم في الفيديو ده مش هينفع تعدوها من غير امتحان القدرات اللي هو مش بيتعمل غير مره واحده بس انا هكلمكم اكتر عن امتحان القدرات في اخر الفيديو. بس لازم تكونوا عارفين ان انتوا اي كليه فنيه هتخشوها لازم تعدوا امتحان القدرات الاول، وهو بيكون مره واحده بس، ولو لا قدر الله ما عدتوش ما ينفعش تخشوا الكليه دي نهائيا. نيجي بقى لفنون عماره، وهكلمكم عنها برده بالتفصيل زي ما اتكلمنا عن فنون جميله، وفي الاخر هقول لكم ايه النقط المشتركه ما بين فنون جميله فنون وفنون جميله عماره. فيلا بينا اقول لكم كل حاجه عن فنون عماره. مبدئيا كده واهم نقطه في فنون جميله قسم عماره ان هو مش بيقبل غير من علم رياضه بس، ولا علم علوم ولا ادبي ولا اي كليه بتقبل اي حاجه، هو علم رياضه بس اللي بيقبل فنون جميله قسم عماره، او العكس يعني قصدي فنون جميله قسم عماره بتقبل علم رياضه. تعالوا بقى اكلمكم بالتفصيل المبسط عن قسم عماره او فنون جميله عماره. انت بتدرس فيها التصميم المعماري والتخطيط والرسم المعماري واي حاجه ليها علاقه بالعماره انت بتدرسها، بلس بقى تزود عليها ان انت لازم تكون شاطر في الماس. عشان كده لازم تكون علم رياضه بس، يعني عشان كده هم مش بياخدوا غير علم رياضه، لان انت حرفيا محتاج بجد دماغك دي تكون كالكليتر حرفيا بجد، انا مش بأفور، لان هي كلها ارقام ورسم ارقام ورسم ارقام ورسم. فانت الله يكون في عونك، المسطره هتكون بنتك واختك وحبيبتك وصاحبتك وزوجتك، فانت يعني ربنا يكون في عونك ويصبرك. والله مش بكرهكم فيها ولا بزهقكم منها، بس هي كليه بجد انت لو بتستحمل المسطره يبقى دي ليك، لو انت علم رياضه يبقى دي ليك وش. يعني انت لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما لحقتش كليه هندسه، انت تخش دي هتخرج منها مهندس. وده ينقلنا للنقطه اللي بعدها ان انت بتخرج تحت نقابه المهندسين، فانت بيبقى اسمك مهندس، في البطاقه بتاعتك اسمك مهندس، في الشهاده بتاعتك انت اسمك مهندس، فانت زيك زي كليه هندسه ما فيش فرق. وهقول لكم كام حاجه من الحاجات اللي انتوا هتدرسوها اللي انا سالت فيها اصحابي وقالوا لي يعني شويه حاجات كده مبسطه هتدرسوها، وهي التصميم المعماري ورسم الهندسي وتخطيط مدن واظهار معماري. واكدوا عليا للمره الخشوميه ان انتوا لازم تكونوا شاطرين في الماس. طيب نيجي بقى للنقط المشتركه ما بين كليه فنون جميله وفنون عماره. اول حاجه اماكن الكليه، زي ما قلت لكم بتكون كليه واحده بس هي مقسومه نصين، قسم فنون جميله وقسم فنون عماره. فعندنا 6 كليات في مصر كلها. اول كليه في القاهره جامعه حلوان في الزمالك، تاني كليه جامعه اسكندريه، تالت كليه جامعه المنيا، رابع كليه جامعه الاقصر، وخامس كليه جامعه اسيوط، وسادس كليه جامعه المنصوره. طيب نيجي بقى لمده الدراسه سواء في كليه فنون جميله فنون او فنون عماره، هي نفس مده الدراسه 5 سنين. اول سنه بتكون اعدادي تدرسوا فيها الاساسيات، من كل قسم تاخدوا حته كده بتدرسوها الاساسيات عشان تشوفوا انتوا حابين انهي قسم، ومن تاني سنه بتبداوا ان انتوا تتخصصوا، يعني 4 سنين تخصص وسنه اعدادي في الكليتين. يا جماعه لو لقيتوني كل شويه ببص على السكتش فانا كاتبه السكريبت بتاع الفيديو والافكار بتاعتي ومرتباها عشان ما انساش اي حاجه، ويعني اتضايق ان انا نسيت اي حاجه نسيت اقولها لكم، فانا كاتبه الافكار هنا عشان ما انساش اي حاجه، فيعني ما تقلقوش. طيب كده اكون قلت لكم كل حاجه عن فنون جميله وفنون عماره، يعني ما سبتلكمش اي حاجه، قلت لكم كل حاجه بالتفصيل كده المبسط، يعني مش عارفه حاجتين ما يركبوش مع بعض، بس قصدي يعني انا قلت لكم كل حاجه عن الكليتين. نيجي بقى لكليه فنون تطبيقيه، وكليه فنون تطبيقيه مختلفه تماما عن كليه فنون جميله وفنون عماره، فركزوا معايا عشان في ناس بتتلخبط ما بين الثلاثه دول، فركزوا معايا عشان اشرح لكم ايه هي كليه فنون تطبيقيه. طيب اول واهم حاجه، مين يقدر يخش كليه فنون تطبيقيه؟ العلمي عامه يقدروا يخشوا كليه فنون تطبيقيه سواء علم رياضه او علم علوم، لكن الادبي مستحيل يخشوا الكليه. وباكد عليكم تاني لازم تعدوا امتحان القدرات عشان تخشوا اي كليه فنيه، فانا هكلمكم اكتر زي ما قلت لكم في اخر الفيديو، بس باكد عليكم ان اي كليه فنيه بيكون ليها امتحان قدرات بيتعمل مره واحده بس ولازم تعدوه. نيجي بقى لتاني نقطه وهي اماكن كليه فنون تطبيقيه فين في مصر كلها. عندنا 4 كليات، برضو انا مش بتكلم على الكليات الخاصه، بتكلم على الكليات الحكوميه. اول كليه جامعه حلوان واشهرهم عامه في القاهره، وتاني كليه جامعه دمياط، وتالت كليه جامعه بنها، ورابع كليه جامعه بني سويف، ومع الاسف مفيش كليه فنون تطبيقيه في اسكندريه. طب يا اوزا احنا في كليه فنون تطبيقيه بندرس ايه؟ بصوا يا جماعه انا بحس كليه فنون تطبيقيه جامعه ما بين فنون جميله وفنون عماره، وحرفيا انت بتدرس كل حاجه بجد، انت بتدرس كل حاجه انت ممكن تتخيلها، بتدرس فن، هندسه، عماره، صناعه، تطبيق يدوي، على كل حاجه حرفيا انت كل حاجه بتدرسها بتطبق عليها يدويا، فانت لازم تكون مهيئ ان انت الكليه دي كليه يدويه عامله زي فنون جميله، كل حاجه بتطبق عليها
بايدك، فلازم تكون عارف ان انت الكليه دي شغل بالايد، لازم تكون مهيئ لده. وكليه فنون تطبيقيه زي فنون جميله وفنون عماره برضو 5 سنين، واول سنه بتكون اعدادي، ومن تاني سنه بيبدا التخصص، فهي 4 سنين تخصص واول سنه بتكون اعدادي. وطبعا كل كليه ليها اقسام، بس الاقسام في فنون تطبيقيه كتير اوفر، يعني بجد كتير اوفر. ولازم ااكد على نقطه معينه، ان في كل الكليات، انا قلت لكم على 4 كليات في مصر كلها، سواء حلوان دمياط، عامه الاقسام بتكون في الاغلب في حاجات مختلفه، في حاجات زياده في كليه، حاجات قليله في كليه، فانا جايبه لكم المشترك في الاغلب. بس برضو لازم تتاكدوا قبل مثلا ما تخشوا مثلا كليه حلوان ان القسم اللي انتوا عاوزينه موجود في الكليه دي، عشان في اقسام ممكن ما تكونش موجوده، فلازم تتاكدوا ان القسم اللي انتوا عاوزينه موجود في الكليه دي. فانا هقول لكم الاقسام المشتركه في الاغلب في كليه فنون تطبيقيه. وبما ان اقسام فنون تطبيقيه كتير قوي، فانا كاتباهم قدامي عشان ما اتلخبطش. وما تقلقوش يا جماعه، انا جايبه لكم ناس من كليه فنون تطبيقيه هي اللي قايله لي كل الكلام ده، فانا جايبه لكم من مصدر موثوق، فيعني ما تقلقوش. انا حرفيا بقى لي يومين بعمل سيرش عشان اعمل لكم الفيديو ده، فيعني اعملوا بقى لايك شير سبسكرايب وكومنتس، ويعني ظبطوني يلا بينا. طيب بصوا بقى، كليه فنون تطبيقيه برضو مقسومه 2، اقسام فنيه واقسام تكنولوجيه وهندسيه. فانا هقول لكم دلوقتي الاقسام الفنيه. طيب اول قسم من الاقسام الفنيه هو قسم تصميم داخلي واساس، ودوت زيه زي ديكور بنسبه 90% في فنون جميله عماره، فهو قريب منه جدا. وتاني قسم هو تصميم منتجات زي منتجات صناعيه واجهزه منزليه. وتالت قسم هو تصميم الاعلان والطباعه والنشر، وهو ده ليه علاقه برضو بالاعلانات واللوجو والطباعه وكده. ورابع قسم هو تصميم الملابس الجاهزه والازياء، هو قسم فاشن. وحرفيا يا جماعه ده بجد مطلوب جدا في السوق، وليه اقسام كتيره قوي جوه القسم ذات نفسه، سواء بقى طباعه او مصانع او سيدات، رجالي، حريمي، سيدات هي الحريمي، المهم اطفال وفانتازيا. حرفيا في كميه حاجات جوه القسم دوت ممكن تشتغلوا بيها كتيره قوي، فانتوا بجد لو الحوار في دماغكم اكيد خشوه لانه بجد تحفه. وخامس قسم في الاقسام الفنيه هو طباعه المنسوجات والصباغه، اسمها الصباغه صح، اللي هي الصبغه انا قصدي كده. وسادس قسم في الاقسام الفنيه هو النحت والتشكيل المعماري، وهو زيه زي النحت بس مع لمسه معماريه. وسابع قسم في الاقسام الفنيه هو الزجاج والسيراميك والمعادن والخشب والخزف والكلام ده كله، اللي هو برضو فيه الحلي اللي هو ليه علاقه بالاكسسوارز، وبرده ده قسم تحفه لو بتحبوا الاكسسوارز وانتوا تشتغلوا بالحلي الفضه والدهب والحاجات دي، فاكيد طبعا برده خشوا القسم ده. والحمد لله كده تكون دي كل الاقسام الفنيه. نيجي بقى الاقسام التكنولوجيه والهندسيه. وتاني قسم موجود هو الرسوم المتحركه والجرافيك، ودوت ليه علاقه بالكرتون والرسوم المتحركه والافلام المتحركه. فانتوا لو بتحبوا الحاجات دي والشغل اللي هو الاعلانات اللي بيبقى فيه حاجات متحركه واي اي وكده والمونتاج وكل حاجه باللابتوب وكده، فاكيد القسم ده ليك. واخر قسم هقوله في الاقسام التكنولوجيه والهندسيه هو قسم الميكانيكا الحيويه، ودوت محتاجين تتاكدوا موجود في كليتكم ولا لا، عشان هو مش موجود في اغلب الكليات. كده اكون قلت لكم كل الاقسام بشكل مبسط وسريع. تعالوا بقى اقول لكم ايه المواد اللي انتوا هتدرسوها لما تخشوا فنون تطبيقيه. هتدرسوا الرسم الهندسي ومنظور الظل والنور، ومواد تصميم وتاريخ الفن والصناعه وخامات وتصنيع وتصميم باستخدام الكمبيوتر. وهتدرسوا كل الابلكيشنز بتاعه المونتاج عامه. طيب يا اوزه، انا لما اتخرج بكون ايه في المجتمع؟ بيكون اسمي ايه في المجتمع؟ انت بيكون اسمك مهندس، سواء مهندس او مهندسه بيكون اسمك مهندس تصميم، انت بتكون تبع نقابه المهندسين، فانت مهندس رسميا. بس عشان يكون اسمك مهندس او مهندسه لازم تخشوا قسم تبع الاقسام الهندسيه التكنولوجيه، ايا كان القسم اللي انت هتخشه. المهم يكون ليه علاقه بالعماره والهندسه والتكنولوجيا عشان يكون اسمك مهندس. واكيد الكليه برضو هتعرفكم انهي الاقسام اللي هتكون هندسيه وتكنولوجيه، وديت اللي هتتخرجوا منها تكونوا مهندسين. لكن انت لو دخلت اي قسم من الاقسام الفنيه وليها علاقه بالتصميم والصناعه، هتتخرج من الكليه اسمك مصمم تطبيقي تبع نقابه المصممين الصناعيين. بس سواء اتخرجتوا بقيتوا مهندسين او مصممين، بجد الاثنين تحفه والاثنين شهاده بجد تحفه. المهم تكونوا بتدرسوا حاجه انتوا بتحبوها، وما ينفعش تخشوا عشان يبقى اسمكم مهندس وخلاص. صدقوني مش هتمشوا في الكليه، ولا قدر الله ممكن تعيدوا سنين فيها، لان بجد الكليات الفنيه لازم تكون داخلها برغبتك انت، ولازم تكون عارف انها كليه عمليه يدويه تطبيقيه. ولازم تكون عارف، انا بتكلم على الكليات الفنيه عامه مش كليه فنون تطبيقيه بس، الكليات الفنيه كلها متعبه، كلها بتقطم الظهر. انا مش بخوفكم، بس لازم تكون حابب الكليه عشان تدي فيها وتعدي منها. فصدقوني ما ينفعش تخشوا كليات فنيه بسبب اهليكم، لازم انتوا تكونوا حابينها وراضيين عنها، وتكونوا بتحبوا الكليه وعاوزين تدوا فيها، عشان الكليه بجد متطلباتها كتير، شغلها كتير ومتعب، بس في نفس الوقت ممتع لو انت بتحبها. لكن يا اوزه، هل الكليات الفنيه ممتعه ومسليه زي ما بنشوف على السوشيال ميديا؟ يا جماعه ممتعه ومسليه ومختلفه، وعامه بجد بتحسوا انها مختلفه عن كل الكليات، مش نرجسيه والله، بس بجد الكليات الفنيه بتحسوا ان انتوا بتقعدوا في الكليه اكتر من بيتكم، فبتحسوا
تحسوا انها بيتكم حرفيا، انتوا بتعيشوا في الكليه وبتعيشوا الفايبس بتاعت الكليه وبتكون مختلفه. ويعني بجد انصحكم بشده لو انتوا فعلا بتحبوا الكليه الفنيه سواء فنون جميله او فنون عماره او فنون تطبيقيه او تربيه فنيه او تربيه نوعيه، خشوا لو انتوا بتحبوا بجد هتدوا فيها وهتعملوا فيها كويس. لكن بجد لو مش بتحبوها للمره خشوميه بقول لكم بلاش. وبكده نكون اتكلمنا عن فنون جميله، فنون عماره، فنون تطبيقيه. تعالوا بقى نتكلم عن تربيه نوعيه وتربيه فنيه. بصوا يا جماعه وركزوا معايا، عشان كليه تربيه نوعيه وكليه تربيه فنيه هم اصلا في الاصل كليه واحده اللي هي تربيه نوعيه، لان تربيه نوعيه جواها قسم تربيه فنيه. في محافظات عامله كليه تربيه نوعيه بس وجواها قسم تربيه فنيه، وفي محافظات فيها تربيه نوعيه وفيها تربيه فنيه. فركزوا معايا عشان انا هحاول اشرح لكم بشكل مبسط الاثنين. طيب يا اوزه، بعد ما بنتخرج من كليه تربيه نوعيه او تربيه فنيه الاثنين شبه بعض في المستقبل والشهاده عامه. بتتخرج بتكون مدرس تربيه فنيه سواء اعدادي ابتدائي ثانوي ايا كان، بتكون مدرس تربيه فنيه. ولو انت مالكش علاقه بالتدريس مش عايز تشتغل في التدريس بتكون معاك الشهاده، وممكن تشتغل بقى في الورش او الكورسات او الحاجات دي كلها، او ممكن تكمل دراسات عليا وتشتغل في التدريس الجامعي، وطبعا دوت حل تحفه هتبقى دكتور في الجامعه. طيب نيجي بقى المكان الكليه، وهنا متقسمه اتنين: كليه تربيه نوعيه اللي جواها قسم تربيه فنيه، وكليه تربيه فنيه اللي هي منفصله كليه لوحدها. فانا هقول لكم دي فين ودي فين. هنبدا اول حاجه بكليات تربيه نوعيه اللي جواها قسم تربيه فنيه وموجوده في كذا مكان. اول حاجه جامعه القاهره وجامعه عين شمس والزقازيق وطنطا وكفر الشيخ. نيجي بقى لكليات تربيه فنيه المنفصله موجوده في جامعه حلوان وجامعه المنيا وجامعه اسيوط والازهر واسكندريه. وانصت اقول لكم سواء كليه تربيه نوعيه او تربيه فنيه الاثنين بيقبلوا ادبي وعلمي، سواء علمي علوم او علمي رياضه بيقبلوا كل الناس، فدي حاجه حلوه. نيجي بقى لنظام الدراسه، ودي بقى اللي فيها اختلاف شويه. بصوا بقى وركزوا معايا عشان تفهموا فين الاختلاف. انا كاتباهم هنا على هيئه نقط عشان ما اتلخبطش وافهمكم. بصوا، تربيه نوعيه اللي فيها قسم تربيه فنيه الدراسه فيها 4 سنين بس مش 5 سنين، لكن تربيه فنيه اللي هي كليه منفصله الدراسه فيها 5 سنين زيها زي كليه فنون جميله. وايه الفرق بقى ما بين كليه تربيه نوعيه وتربيه فنيه؟ تعالى اقول لكم كده مبسطه. كليه تربيه نوعيه المواد فيها تركيز اقل على الجانب الفني واكتر على الناحيه التربويه، لكن كليه تربيه فنيه مركزه على الاثنين وعلى الجانب الفني اكتر شويه. وانصت اقول لكم ان اكتر كليه قريبه لفنون جميله فن تشكيلي او فنون جميله فنون عامه هي كليه تربيه فنيه، قريبه ليها بنسبه 90%. انا ليا اصحاب في تربيه فنيه وبجد الدراسه في تربيه فنيه قريبه جدا 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 لفنون جميله. فانتوا لو لا قدر الله ما لحقتوش فنون جميله فنون ممكن تخشوا تربيه فنيه، تقريبا هي نفس الدراسه بشكل مبسط، حاجه بسيطه لكن قريبه جدا منها. طيب يا اوزه، لو انا في المحافظه اللي انا فيها تربيه نوعيه وتربيه فنيه وانا محتار ما بين الاثنين وخلاص هخش حاجه منهم، ارشح لك تخش تربيه فنيه. لو انت بتحب الجانب الفني اكتر او عايز حاجه شبه فنون جميله يبقى اكيد خش تربيه فنيه وشهادتها اقوى من الناحيه الفنيه. لكن لو حاجه من ناحيه التدريس وعايز حاجه تفرق في ناحيه التدريس يبقى خش تربيه نوعيه. لكن لو بتدور على الفن وشهاده اقوى في الناحيه الفنيه يبقى اكيد خش تربيه فنيه. كده انا اكون قلت لكم كل حاجه عن ال5 كليات الفنيه، وصدقوني ال5 كليات ممتازين، مفيش كليه احسن من كليه ومفيش كليه شهادتها اقل. جماعه عامه كل الكليات بعيده عن الكليات الفنيه، كل الكليات الشهادات بتاعتها مهمه، كل الكليات مهمه وكل الكليات ليها تدريس مختلف، فكل الكليات مهمه عامه في البلد. فيعني ما حدش يقعد يلعب في دماغكم ان كليه احسن من كليه وكليه شهادتها اقوى، مفيش الكلام ده. كل الكليات مهمه. وبالنسبه لل5 كليات الفنيه كلهم شبه بعض وكلهم مهمين جدا، فانت على حسب مجموعك وعلى حسب انت ادبي او علمي صدقني اختار الكليه اللي انت تكون حاببها من كل قلبك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنجح في القدرات وتخش الكليه اللي نفسك فيها. وصدقني ما دام انت بتحبها هتدي فيها وهتتخرج بيها بامتياز. لو انت فعلا بتحب الكليه دي فانت هتدي فيها من كل قلبك حرفيا. نيجي بقى لامتحان القدرات اللي هو اصلا انت من غيره مش هتقدر تخش اي كليه من الكليات الفنيه، لان دوت حرفيا المفتاح لاي كليه فنيه ولازم تعديه عشان تخش الكليه اللي نفسك فيها من اي كليه فنيه، سواء فنون جميله فنون عماره فنون تطبيقيه تربيه فنيه تربيه نوعيه. لازم تعدي امتحان القدرات اللي هو بيكون مره واحده بس، سواء اي امتحان قدرات اتعمل في البشريه هو واحد بس لازم تعديه، ويعني يا صابت يا خابت مفيش اوبشن ان انت تعيده تاني، فان شاء الله تصيب. صدقوني انا مش بقول لكم كده عشان تخافوا اطلاقا والله، بس لازم تعرفوا اهميه امتحان القدرات لان ده اهم حاجه عشان تخشوا الكليه اللي نفسك فيها. نيجي بقى لاكتر سؤال منتشر واللي انا متاكده ان هو في دماغكم حاليا انتوا عايزين تسالوه مش عارفين تسالوه لي، اللي هو ما تقوليه يعني قولي اجابته دلوقتي. انا متاكده بنسبه 90% ان هو في دماغكم عايز تسالوه لي، اللي هو هل انا لو مش بعرف ارسم
هينفع اخش كليه فنيه او هنجح في القدرات؟ لا، مش لازم تكون بتعرف ترسم، عادي صدقوني والله مش لازم تكونوا بتعرفوا ترسموا، المهم تكونوا انتوا بتحبوا الرسم وبتحبوا ان انتوا تتعلموا، عشان لما تخشوا الكليه يبقى عندكم طاقه ان انتوا تتعلموا وتدوا في الكليه. انا معايا ناس والله اول ما بدانا الكليه ما كانوش بيعرفوا يمسكوا القلم الرصاص، فصدقوني انتوا ما دام حابين الفن وحابين ان انتوا تتعلموا وتدوا طاقه في التعليم، صدقوني انتوا هتمشوا في الكليه دي كويس قوي وهتتعلموا وهتبقوا احسن من ناس عندها موهبه اصلا. فدوت كلام بجد عن تجربه مليون في الميه. انا بقول لكم ما دام انتوا حابين الرسم وحابين ان انتوا تتعلموا وتدوا في الكليه هتمشوا فيها. فعادي انت مش شرط تكون بتعرف ترسم عشان تنجح في القدرات، لكن لازم تتعب شويه قبل امتحان القدرات، يعني لازم برضو يكون عندك شويه احساس كده وتعرف ان انت بجد محتاج تيجي على نفسك شويه الاسبوع اللي قبل الامتحان وبجد ترسم كل يوم وترسم كتير قوي لغايه لما ايدك تظبط في القلم. هم عامه مش بيحكموا على رسمك في امتحان القدرات، هم بيحكموا انت فعلا بتحب الرسم، طب الوانك كويسه، طب تناسق الالوان كويس، طب خط ايدك كويس. لازم بجد تعود، يعني انت في الاسبوع ده حرفيا تهري نفسك اللي هو ايه، لازم ترسم على الاقل مرتين في اليوم مثلا مواضيع كتيره. على فكره المواضيع بتتكرر في امتحانات القدرات، فانت ترسم مواضيع السنين اللي فاتت هي بتتكرر كل سنه، ما في يعني هم هيجيبوا مواضيع منين، هي بتتكرر. وموضوع القطر ارسموه كتير، صدقوني ارسموه كتير عن تجربه جالي والله، ما تقولوش ان هو جا 500,000 مره، جالي. فارسموا موضوع القطر كتير، صدقوني بيجي كتير قوي، فاقعدوا ارسموا كل مواضيع السنين اللي فاتت لان هم بيجيبوا منهم، هم حرفيا مش بيغيروا. فحاولوا بجد ترسموا كتير، تاخدوا كورس القدرات لو الامكانيه مثلا مش سامحه ان انتوا تاخدوا كورس في مكان. في ناس كتيره قوي على يوتيوب بيعلموا الامتحان القدرات وبجد ناس شاطره جدا، فتقدروا ان انتوا تشوفوها وتشوفوا الفيديو كذا مره وتتعلموا منهم. لو مثلا برضو الوقت مش سامح ممكن تتفرجوا على كورسات اونلاين، في منصات كتيره عامله كورسات اونلاين لامتحان القدرات، ففي كذا اوبشن ان انتوا تتعلموا منه. مهم ان انتوا تتعبوا وتسعوا، صدقوني ان شاء الله تنجحوا في القدرات. طيب نيجي لاول حاجه، امتحان قدرات فنون جميله فنون، ودوت اللي هو بيكون تبع اقسام تصوير، نحت، جرافيك، ديكور فني. بيبقى هو نفس امتحان القدرات، هو بيكون في حوالي 3 ساعات. السنين اللي فاتت كان بيبقى 4 ساعات، بس انا كان السنه بتاعي 3 ساعات. عامه الامتحان بيكون سؤالين، مفيش اسئله نظري، الاسئله النظري اتشالت من امتحان قدرات فنون جميله فنون، فمفيش امتحانات نظري، دي احسن حاجه. عامه هما سؤالين عملي، اول سؤال بيكون الوان وتاني سؤال بيكون درجات رصاص. اول سؤال يعني هو واحد تصميم وواحد تعبير فني. التصميم هو اللي بيكون بالوان، سواء الوان خشب او الوان فلوماستر، بس انا بفضل ان انت تاخد معاك الوان خشب عشان الفلوماستر ممكن يبهدل اللوحه وما تعرفش تمسح، فخليك في الامان واستخدم الوان خشب. طيب اول سؤال في امتحان القدرات زي ما قلت لكم بيكون تصميم بقى لوجو، اعلان، تذكره طيران. انا كان جاي لي تذكره قطر، فبتكتبوا التذكره هو بيكتب لك كلمه انت بتكتبها وبتلونها. عامه انت لما تتفرج على كورس قدرات لازم تاخد عامه فكره، حتى لو انت موهوب وبتعرف ترسم لازم تاخد فكره عن السنين اللي فاتت وتشوف ناس السنين اللي فاتت كانوا بيرسموا ازاي، لازم تعرف خط بيتكتب ازاي، لان دايما هيجيلك كلمه تكتبها بالالوان، فلازم يكون خطك كويس في الرسم. وعامه هو برده مش بيدقق وبيركز ان مثلا لو طلعت اللون بره او شخبط او كده، بس في نفس الوقت ما تكونش مبهدل اللوحه يعني ومشخبط ومطلع بره، انت مش عيل صغير يعني، لا لازم تبينه ان انت الوانك كويسه، تناسق الالوان حلو، تدريجه الالوان كويسه، مش ما فيش بصمات على اللوحه، ايديك مش مبصمه، لازم تتاكد من نظافه اللوحه. الحاجات دي كلها بتفرق جدا، وصدقوني هو مش بيركز على رسم على قد ما هو بيركز فعلا في التفاصيل الصغيره، اللي هو بيشوف انت فعلا عندك نظره فنيه، اللي هو انت بتحب الفن، الوانك كويسه، لوحتك نظيفه، خطك كويس. فهو بالنسبه له الحاجات دي اهم، عشان هو مش بيقيم فنان دلوقتي، هو بيقيم حد بيحب الفن. تاني سؤال بقى في امتحان القدرات فنون جميله فنون هو التعبير الفني، ودوت السؤال الاهم اللي بيكون عليه درجات اكتر. عامه السؤالين بيكونوا ب 100 درجه، والسؤال التعبير الفني بيكون ب 60 درجه. ده السؤال الاهم، صدقوني يا جماعه بجد لازم تركزوا عليه قوي، لان دوت اللي اعتقد بيبص عليه اكتر. ليه؟ لان دوت اللي بيشوف فيه المنظور بتاعك انت بترسمه كويس. بيكون طالب منك كذا حاجه، اول حاجه المنظور بيكون كويس ولا لا، اللي هو انت مثلا في اخر الاوضه انت شايفها ازاي، يعني اخر الاوضه بتبقى مثلا على اوسع، هنا بيكون اضيق، كل ما بنبعد الاوضه بتضيق. لو مثلا الاوضه انت باصصها من فوق، اوضه باصصها من تحت، فالقطر مثلا قدام بتكون شايفه نقطه حرفيا، كل ما بتبعد بتشوف الحاجه نقطه. مثلا لو الجبال مثلا بعيده هتكون صغيره، جنبك هتكون كبيره، فهو بيشوف المنظور بتاعك انت رسمه صح ولا غلط. حاجات بتكون مطلوبه اساسيه زي الاشخاص، المنظور، الحاجات دي لازم تتاكد ان انت ترسمها صح. وبرده في حاجه مهمه جدا لازم تتدرب عليها، وهي الظل والنور. في التعبير الفني انت بتظلل بدرجات الرصاص، مفيش الوان خالص في التعبير الفني، كله بيبقى بدرجات الرصاص، فانت على الاقل لازم يكون معاك 3-4 درجات. صدقوني الظل بتاعك مش يكون خشن ولا خطوط بقى قويه صريحه، لا لازم يكون ناعم نظيف مش مبصم. اوعى تسيح، ممنوع التسييح في الامتحان. عامه انت لو سيحت دي بالنسبه له كارثه، اوعى تسيح، يعني حاول بقدر الامكان يكون معاك
معاك ورقه تحت ايدك اوعى تستخدم منديل، لان المنديل بيسيح غصب عنك، هتلاقيه بيسيح، فحط ورقه تحت ايدك لانها بتكون اخشن من المنديل وان شاء الله مش هتسيح، فحاول بقدر الامكان ما تسيحش الرصاص. طيب ده بالنسبه لامتحان قدرات فنون جميله فنون. نيجي بقى لامتحان قدرات فنون جميله عماره، ودوت بجد لازم تكون متدرب مليون في المية وراسم كل السنين اللي فاتت، لان زي ما قلت لكم الاسئله بتتكرر. بس صدقني انت لو مش متمكن من المسطره التي والخطوط والزوايا وكده بجد لازم تاخد كورس، عشان بجد انت لازم يكون رسمك نظيف 100%. هنا بيركز بجد على نظافه اللوحه والخطوط بتاعتك نظيفه، الخط مش متكرر مرتين، لازم بجد تكون متاكد من التفاصيل الصغيره دي، لان هو بجد بيركز فيها، لان دوت المهم. انت مش هترسم مثلا مبنى يكون مايل 2 سم، انت بجد لازم تكون مركز قوي في الخطوط بتاعتك، وانا مش بخوفك بس هو بجد بيركز في الحاجات دي. على كلام صحابي، انا ما عملتش امتحان قدرات فنون جميله عماره، بس صحابي هم اللي قالوا لي الحاجات دي. والسنه اللي فاتت على حد علمي برده ما جالهمش اسئله مقاليه خالص نظري، يعني ما جالهمش نظري، بس كل سنه بيختلف على حسب بقى ما ينزل لكم الكليات. انتوا عامه بتخشوا صفحه الكليه سواء فنون جميله او فنون عماره او تربيه فنيه او تربيه نوعيه، بتخشوا بتشوفوا المتطلبات وايه شكل الامتحان اللي بينزل، وبتسالوا صحابكم، ما تروحوش ولا اول ولا ثاني يوم، شوفوا تجربه صحابكم بيقولوا لكم في اسئله بتيجي ازاي، كام سؤال اللي بيجي. زي ما قلت لكم الاسئله العمليه بيكونوا سؤالين، واحنا السنه اللي فاتت برده زي ما قلت لكم ما جالناش اي اسئله نظريه. بس انتوا برده قبل امتحان القدرات خشوا الجروب بتاع الكليه سواء فنون جميله فنون تطبيقيه فنون عماره تربيه فنيه تربيه نوعيه، اتاكدوا في اسئله نظري ولا لا، وهم بيبقوا منزلين صفحتين 3 بس بتحفظوهم، ما بيكونوش حاجات صعبه، بيكونوا حاجات بديهيه عامه وبيكونوا سهلين جدا، فبيبقوا صح وغلط اختيارات حاجات بسيطه يعني. وعامه ما تقلقوش، ده يا ريت يجيبوا اسئله نظريه هتلموا بيها درجات. نرجع نكمل في امتحان قدرات فنون جميله عماره، بيكون عباره عن الرسم بقى، السؤال العملي بيكون رسم هندسي ومنظور، ولازم تركزوا قوي في الخطوط بتاعتكم والخط ونظافه اللوحه، والمنظور بتاعكم لازم يكون صح، انت ما عندكش اوبشن ان هو يكون غلط، عشان الرسم الهندسي 1 زائد 1 يساوي 2، فانت بيدوك رسم منظور او شكل هندسي ترسمه بخطوط دقيقه باطوال معينه. وده كده بالنسبه لامتحان قدرات فنون جميله وفنون جميله عماره. وانا نسيت اقول لكم ان امتحان قدرات فنون جميله هو امتحان قدرات تربيه فنيه وتربيه نوعيه، هو بالعكس بيكون اسهل في تربيه نوعيه وتربيه فنيه، ونسبه القبول بنسبه 99% ان شاء الله، يعني في الاغلب كله بيتقبل. في حاجه افتكرتها بخصوص انا بقول لكم روحوا امتحنوا في الاخر. بصوا يا جماعه تسمعوا كلام اللي هو ايه، اللي بيروح في الاول هو اللي بيتقبل، اللي بيروح في الاخر هو اللي بيترفض، اللي بيروح في الاخر هو اللي بيتقبل. ما تسمعوش اي حاجه من الكلام ده، هي في الاول في الاخر ارزاق. وصدقوني والله العظيم يا جماعه مهما سمعتوا من الكلام ده ومهما خططتوا ومهما عملتوا كده اللي ربنا كاتبه لنا هو اللي بيحصل. ربنا كاتب لنا حياتنا من قبل ما نتولد لغايه لما نموت، فانت كده مكتوب لك انت هتخش ايه وهتعمل ايه في حياتك لحد ما تموت، فانت اسعى واتعب لغايه اخر وقت وسيب الباقي على ربنا. وصدقني ان شاء الله هتخش الكليه اللي نفسك فيها، بس انت تعب واسعى لغايه الاخر. ويعني انا بقول لك روح، بس في الاخر لو انت فعلا مش متدرب كويس او ما لحقتش ترسم كتير فحاول تتدرب لغايه اخر وقت. نيجي بقى لسؤال بيجرح شويه، وهو لو انا عندي موهبه وبعرف ارسم وكويس جدا في الرسم هل ممكن ما اتقبلش؟ بص انا مش هكدب عليك واقول لك ان انت بنسبه 99 هتتقبل، بس بنسبه 3% من 100% وانت بتعرف ترسم ممكن لا قدر الله ما تتقبلش. ده ليه؟ الله اعلم، بس دوت بيكون خطه ربنا، ده قدرك ورزقك، وكده انت واخد رزقك 24 قيراط، انت مش قليل على حد، فانت كده ربنا كاتب لك رزق اكيد افضل ليك. انت ممكن ما تكونش شايف ان هو افضل ليك، واللي هو انت اترفضت في كليه احلامك لا قدر الله يعني، بس انت ممكن تترفض في كليه احلامك، يعني لازم تكون حاطط الاوبشن ده قدامك، لان انا ممكن لا قدر الله اترفض، عشان بس ما تحبطش وتحس انها نهايه العالم. لا بالعكس، هي مش نهايه العالم، ربنا شايل لك الاحسن وشايل لك رزق في مكان انت ممكن ما تتوقعوش، ورزق ممكن يكون اكبر من مخيلتك، فانت ما تاخدش الموضوع على اعصابك، واللي هو لا الدنيا كلها اتقفلت في وشي وانا لو ما جاتش الكليه دي يبقى انا خلاص مش محتاج ادخل بقى اي حاجه، ان شاء الله اخش معهد مش فارق معايا. لا بجد، وانا مش بقلل من المعاهد، بالعكس في ناس قدرتها المعاهد وانا شايفه ان هي كويسه جدا. انا بس بديكم مثال اللي هو انا ممكن اخش اي حاجه خلاص حلمي راح، لكن بجد والله العظيم هتشوف قدام ان ربنا شايل لك الاحسن، ودايما خطط ربنا والله يا جماعه بتكون احسن 1000 مره. فانت برضو لازم تكون عارف وفي دماغك كده ان انت ممكن لا قدر الله ممكن ما تتقبلش، عشان بس ما تحبطش وتحس اللي هو الدنيا اتقفلت في وشك. لا بالعكس، خطط ربنا بتكون احسن مليون مره. كنت هنسى حاجه مهمه جدا، مش عارفه ازاي كنت هنساها، بس انا عشان مش كاتبه الجزء ده، وهو امتحان قدرات فنون تطبيقيه. تعالى احكي لكم كل حاجه عنه. مبدئيا كده امتحان القدرات بتاع فنون تطبيقيه بيكون متقسم ل3 اجزاء، لو في اسئله نظريه، لو ما فيش اسئله نظريه بيكون متقسم لجزئين زي اي امتحان. طيب اول سؤال في امتحان القدرات بتاع فنون تطبيقيه بيختبر الرسم، بيكون جاي لك شكل فيه نسب زي اسطوانه مكعب مستطيل، لازم تكون مركز على نسب ونظافه اللوحه، مش محتاجه اكد عليها تاني. وهدفه من السؤال الاول زي ما قلت لكم هو اختبار الرسم والنسب بتاعتك، بتكون مركز على النسب والتناسب وتوزيع الظل والنور ودقه الخطوط بتاعه الرسم والواقعيه. تاني سؤال بقى في امتحان القدرات فنون تطبيقيه هو اختبار التصميم، وفي السؤال ده بقى هو بيكون عاوز يشوف الابداع والتفكير الفني بتاعك.
في اختبار التصميم ممكن يجيب لك تصميم بوستر معين او تصميم منتج او تصميم شعار لمهرجان او غلاف مجله، وفي السؤال ده انت لازم تكون مركز على توزيع العناصر وتنسيق الالوان والفكره الابداعيه والوضوح والبساطه. وتالت جزء بقى في امتحان القدرات فنون تطبيقيه هو الجزء النظري، بيكون عن تاريخ الفن واسئله عامه زي ما قلت لكم. وزي ما قلت لكم هي حتى لو جت ما تاخدوش الحوار اللي هو ليه اسئله نظريه ولسه هنذاكر، لا الحوار بيكون في العام، يعني في الاطار العام، فبيكون سهل بتلموا بيه درجات. وبكده اكون قلت لكم كل حاجه عن امتحان القدرات، سواء فنون جميله، فنون عماره، فنون تطبيقيه، تربيه نوعيه، تربيه فنيه. بس ناقص حاجه واحده وهو تاخد ايه معاك في امتحان القدرات. بصوا بقى، عشان عامه بيختلف من كليه تاخد ايه معاك في امتحان القدرات. الحاجه المشتركه وهي اوراقك الشخصيه، وعامه برضو بيطلبوا منك حاجات معينه، بس الاساسي طبعا البطاقه بتاعتك، رقم القومي بتاعك، رقم جلوسك، بتاخد معاك صورتين شخصيه على حسب هم بيطلبوا منك ايه. بيطلبوا منك ورق معين، كل كليه بتطلب حاجه مختلفه، فانت لازم تخش على موقع الكليه وتشوف هم طالبين منك ايه. ده بالنسبه كده لاوراقك الشخصيه، دي اهم حاجه عشان دوت اللي بيثبت اصلا ان انت ليك مكان في امتحان القدرات. نيجي بقى للادوات اللي انت محتاجها في امتحان القدرات، وطبعا بيختلف من كليه لكليه، اكيد مش نفس الادوات اللي انت هتستخدمها في فنون جميله فنون هي الادوات بتاعت فنون عماره، مختلفه تماما. ادوات امتحان القدرات بتاعت فنون جميله فنون هي ادوات تربيه نوعيه وتربيه فنيه. وكده كده زي ما قلت لكم لازم تخشوا على موقع الكليه، هم بيكونوا كاتبين لكم كل الادوات اللي انتم محتاجينها. يعني مثلا في فنون جميله السنه اللي فاتت كانوا طالبين مننا ما نجيبش ورق، لان هم بيدونا ورق، دي كانت جامعه اسكندريه، بس ممكن جامعه القاهره يجيبوا ورق معاهم، فكل كليه بتختلف. انت لازم تخش موقع الكليه وتشوف ايه الادوات المطلوبه منك. يعني مثلا احنا السنه اللي فاتت كان مطلوب مننا يا اما الوان خشب يا اما فلوماستر، كانوا عاطينا الاوبشن اللي احنا نختار. انا عن نفسي كنت مختاره خشب. ممكن تجيبوا نوع في المتوسط، بلاش حاجه اوفر ولا حاجه رديئه قوي عشان تساعدكم في الرسم، عشان لو حاجه رديئه الالوان هتكون خشنه، ممكن تكسر معاكم كل شويه، هتقعد بقى بجد تقرفكم وانتوا بترسموا. فحاولوا تجيبوا حاجه في المتوسط، فممكن تجيبوا فيبر كاسل كويسه جدا، بلاش كل الكميه دي، ممكن 12 لون، بلاش 6 الوان عشان هتقيدكم قوي في العدد، هاتوا 12 لون. وانا مش عارفه بصراحه فيبر كاسل مقاطعه ولا لا، فهي لو مقاطعه انا بجد ما اعرفش، ممكن تجيبوا اي نوع صيني تاني، المهم تكون حاجه كويسه. برده من الادوات اللي كانت مطلوبه لامتحان قدرات جامعه اسكندريه، كان مطلوب مننا كام درجه من الوان اقلام الرصاص، مش بيحددوا ايه الدرجات، بس المهم يبقى فيه عشوائيه في الدرجات. انا عن نفسي اصلا كان معايا الاقلام بتاعه فيبر كاسل، لان انتوا عارفين ان انا برسم من زمان، فما احتجتش ان انا اشتري. بس انتوا لو هتشتروا هاتوا برده نوع فيبر كاسل بتتباع بالقلم، فممكن تجيبوا مثلا اتش بي 2 بي 4 بي، وهاتوا درجه تقيله يا اما 6 بي يا اما 8 بي، يبقى معاكم كل الدرجات هي دي، مش هتحتاجوا اكتر من كده، حاجات خفيفه وحاجات تقيله عشان بس التظليل. وحاولوا التظليل بتاعكم يكون ناعم وتدربوا عليه كتير، بلاش يكون خشن ومتدرج كده اكن في خط ما بينهم، لا حاولوا يكون ناعم. وزي ما قلت لكم ممنوع التسييح في امتحان القدرات. وطبعا برده من الحاجات المطلوبه هي جومه وبرايه، لو انتوا بقى محتاجين تجيبوا جومه قلم او حاجات كده، الحاجات اللي هي الزياده اللي بتكون الحاجات دي عادي مسموح لكم تجيبوا الحاجات دي. طبعا ممنوع 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 المسطره، لو حد شافك بمسطره انت كده امتحانك خط احمر مرفوض، يعني من قبل ما تكمل اصلا. ممنوع المسطره في امتحانات فنون جميله فنون او تربيه فنيه او تربيه نوعيه، ممنوع المسطره. ده كده بالنسبه لادوات فنون جميله فنون وتربيه نوعيه وتربيه فنيه. تعالوا بقى اقول لكم ادوات امتحان القدرات لفنون عماره. طيب اول واهم حاجه تاخدوها معاكم في امتحان قدرات فنون عماره هي المسطره تي او المثلثات. زي ما قلت لكم هتخشوا على الجروب بتاع الجامعه او الجروب بتاع الفيسبوك، عامه لازم تخشوا على موقع الجامعه وتشوفوا هم طالبين منكم مسطره تي ولا مثلثات ولا الاثنين، على حسب الكليه هي اللي بتطلب. وهيكون معاكم قلم رصاص واحد يكون خفيف، مثلا اتش بي، مش محتاجين اكتر من كده عشان انتوا مش محتاجين درجات تقيله وانتوا بترسموا، لان انتوا مش محتاجين تحفروا في الورقه ولا درجات تقيله ولا تظليل ولا الكلام دوت، الا لو هم طلبوا ادوات تظليل ساعتها هتجيبوا ادوات تظليل. لكن لو هم ما طلبوش فانتوا مش محتاجين غير قلم واحد بس اتش بي. لازم يكون الخطوط بتاعتكم خفيفه مش تقيله، وما ترسموش خطين جنب بعض ولا تبصموا على الورقه. زي ما قلت لكم يكون في ورقه تحت ايديكم عشان ما تبصموش على الورقه والرسم بتاعكم يفضل نظيف. وطبعا يكون معاكم جومه كويسه وبرايه كويسه ومسطره اكتر من 30 سم تكون 60 سم، والماتيريال بتاعتها تكون كويسه عشان ما تتكسرش منكم. واخر حاجه هي ادوات التظليل، لو هم طلبوا ان هم محتاجين تظليل يبقى انتوا هتجيبوا ادوات التظليل المطلوبه منكم. نيجي بقى لاخر حاجه خلاص، وهي ايه الادوات اللي انتوا هتحتاجوها في امتحان قدرات فنون تطبيقيه. وانا هقول لكم برده الحاجات اللي كانت مطلوبه السنه اللي فاتت، طبعا برده مش محتاجه اكد عليكم، تخشوا الموقع وتتاكدوا هي نفس الادوات ولا في حاجه ازيد ولا في حاجه اقل. اول واهم حاجه برده هي اقلام الرصاص زي اللي في فنون جميله فنون، هتاخدوهم هم الاربع درجات او 3 درجات، هيوفوا بالغرض جدا، هيوفوا بالغرض جدا، اعتقد ان بقولها صح. المهم اللي هم اتش بي 2 بي 4 بي، ممكن تقفوا لحد كده او تجيبوا درجه تقيله اللي هي 6 بي او 8 بي. وتاني وتالت حاجه مهمه طبعا هي جومه كويسه وبرايه كويسه، ومحتاجين مسطره تكون برده يعني اكتر من 30 سم، يفضل لو متوفره، لو مش متوفر ممكن تاخدوا مسطره 30 سم بس تكون الماتيريال بتاعتها كويسه عشان ما تتكسرش منكم. والسنه اللي فاتت برده كان مدينهم الاريحيه ان هم يختاروا سواء الوان خشب او الوان فلوماستر للتصميم، فشوفوا برده واتاكدوا هم مدينكم الاوبشن ان انتوا تختاروا ما بين الاثنين ولا حاجه معينه. وبس دي كده كانت كل الادوات المطلوبه السنه اللي فاتت لامتحان قدرات فنون تطبيقيه. وزي ما قلت لكم نقطه الورق لازم تتاكدوا برده هم طالبين منكم ورق انتوا تشتروه. وبس كده اكون قلت لكم
لكم كل حاجه عن امتحان القدرات، واعتقد ان انا ان شاء الله مش ناسي اي حاجه. لو ناسي اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم. وانا بجد بصور لكم الوقت ده في وقت تعبي، بس اللي هو انا فعلا كان لازم، اللي هو انا مش قادره اسيبكم، فانا معاكم لغايه اخر وقت. محتاجه انوه عليكم بكذا حاجه كده وانتوا رايحين امتحان القدرات، يبقى معاكم المروحه اللي هي الصغيره دي، عشان بجد انتوا مش ضامنين المكان اللي انتوا رايحين تمتحنوا فيه. انا مثلا المكان اللي روحته كان متهرب ومبهدل، لازم يكون معاكم مناديل ووايبس، ويفضل تكونوا لابسين كاب عشان المكان ممكن يكون مفتوح وممكن ما يكونش فيه كراسي فممكن تقعدوا على الارض، فلازم يكون معاكم وايبس، مناديل، وسناده بتكون خشب بطول الورقه. عامه قدام الكليه بيكونوا بيبيعوها، فيفضل ان انتوا تشتروها عشان الترابيزه ممكن تكون مكسره او ممكن ما تلاقوش مكان ترابيزه، فيعني مشوا حالكم. هي اماكن الامتحانات بتكون مش الطف حاجه يعني، فحاولوا تمشوا الدنيا. فجيبوا السناده برده معاكم احتياطي بتاعه الورق، مش الصغيره، هم بيديكم سناده كبيره كده من قدام الكليه هتلاقوهم بيبيعوها. ولو مش بيبيعوها يبقى انتوا عرفوا ان جوه الديسكات كويسه ومهيئه ان انتوا ترسموا عليها. وبس كده اكون قلت لكم كل حاجه عن الكليات الفنيه وعن امتحان القدرات وكل حاجه انتوا عاوزين تعرفوها. اعتقد ان انا قلتها، بس لو نسيت حاجه اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد على كل اسئلتكم. ما تترددوش بجد ان انتوا تكتبوا، وانا هحاول بقدر الامكان ارد عليكم كلكم في اسرع وقت. وبس قولوا لي عاوزين ايه الفيديوهات اللي جايه، وربنا معاكم وما تقلقوش خالص. صدقوني زي ما قلت لكم خطه ربنا دايما احسن. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك شير سبسكرايب وكومنت. بجد انا بحبكم جدا وواثقه فيكم، واعرفوا ان انتوا ابطال لغايه لما انتوا وصلتوا للحظه دي. انا واثقه فيكم وعارفه ان انتوا قدها، وخلاص انتوا خلاص عديتوا اصعب جزء في حياتكم صدقوني، فالباقي سهل بجد. ما تحملوش الحاجه اكبر من حجمها، الموضوع سهل جدا وبسيط. انتوا بس حاولوا تتدربوا كتير لغايه الامتحان، مش مستاهله اي خوف ولا اي توتر، بجد الامتحان سهل جدا. وبس كده، اخر حاجه عاوزه اقولها بجد ان انا بحبكم قوي. بس كده، باي.